السلام عليكم. أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. النهاردة معانا أسعار الرز الشعير والأبيض، وأسعار مخلفات الرز، وأسعار الذرة المستورد والذرة المحلي، وأسعار فول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي، ومعانا أسعار الفول البلدي وأسعار الردة. أسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 14,800 جنيه ل15,000 جنيه، وأسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب بيتراوح سعر الطن من 15,800 جنيه ل16,000 جنيه. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل في حدود 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل. أما عن أسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسورتكس الكسر من 8 ل10%، 22,500 جنيه للطن. أما عن أسعار الرز الأبيض العريض، البضائع العالية المخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسورتكس الكسر من 8 ل10%، 23,500 جنيه للطن شكارة كمبيوتر. أسعار الرز الأبيض بتتوقف على أسعار ومشتريات الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر، وأسعار مخلفات الرز. وأسعار الرز الأبيض كسر من 3 ل5% بتزيد في السعر من 200 ل300 جنيه. أسعار مخلفات الرز السرس المطحون من 1300 جنيه ل1500 جنيه، سعر الكونة 10,500 جنيه. كسر الرز الناعم من 12,400 ل12,600 على حسب جودة وخشانة الكسر. في تحرك في أسعار الذرة المستورد الأصفر البرازيلي وصل ل13,000 جنيه للطن صب أرض المينا، والأرجنتيني 13,000 جنيه للطن صب أرض المينا. وسعر الذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 11,500 جنيه للطن صب أرض المينا. سعر الكورن فلاك الأرجنتيني 12,800 جنيه للطن. وسعر فول الصويا 44% بروتين ب24,400 جنيه للطن، وصويا 46% بروتين المحلي والمستورد 25,400 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الفول البلدي الخام، الإرداب ب155 كيلو، البضائع العالية بيتراوح سعر الإرداب من 4,000 جنيه ل4,200 جنيه. أما عن البضائع الوسط اللي تحت العالية من 3,800 جنيه ل4,000 جنيه. والفول البلدي الصحيح والمفروش سورتكس من 31,000 جنيه ل32,000 جنيه شكارة متعبية 25 كيلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.